السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وتجربة جديدة. كيما على بالكم رانا في ال15 جور الاخرى تاع رمضان تبدا تبحرنا في الطياب. انا لهنا من ما عرفتش واش نطيب عيد نخمم تفكرت باللي كان عندي ديجا نص صدر تاع الدجاج، قلت واش ندير به. هيا دخلت لليوتيوب نحوس على كاش وصفه سهله مهله وتوجد بالخف بيسك ديجا كنت روطار. غير دخلت نشوف قابلتني الوصفه تاع صالح الباتني، بانت لي وصفه سهله، هيا قلت نجربها ونشاركها معاكم. بسم الله. هنا نروحوا نبداو في الوصفه تاعنا. واش نحتاجو في الوصفه؟ نحتاجو نص صدر تاع الدجاج يكون مطحون، نحتاجو مغارف من لا شابلور، نحتاجو ملح وشويه تاع كمون، شويه كركم، شويه فلفل اسود، ونحتاجو بيضه، نحتاجو مغرفه على موطارد وشويه تاع معدنوس، ونحتاجو نص بصله تكون مسكرفجه والبصله هنا تكون متوسطه. نروحوا نبداو في المقادير تاعنا، نخلطوهم كامل مع بعضهم. وهنا نسيت ما قلت لكمش باللي لا موطارد اللي ما عندوش يدير مغرفه تاع مايونيز، واللي ما عندوش في زوز ينجم يستغنى عليهم، ماشي حاجه اساسيه. نمزجوا المكونات كامل مع بعضهم. هنا بعد ما مزجناهم، هنا كنت نسيت زوز سنينات تاع ثوم، هاني ضفتهم ونمزج المكونات مع بعضهم. ومن بعدها نروح جبت لا شابلور ندير منه 3 مغارف، ونجيب البيض. درت هنا نص بيضه بيسك البيضه تاعي كانت كبيره، اذا كانت عندك بيضه صغيره ديريها كامله، اذا كانت البيضه تاعك كبيره ديري نص فقط يكفي. ونمزجوا المكونات كامل مع بعضهم. بعد ما نكملوا هنا المكونات مزجتهم كامل مع بعضهم. مور ما كملت مزجت المكونات جيدا، هنا نروح نجيب 3 مغارف تاع زيت، ندخلهم ثاني في المزيج تاعي مليح، خلطهم جيدا. ومن بعد نروح باش نشكل الكويرات نتاعي. ندهن يدي بشويه نتاع الزيت ونبدا نشكل في الكويرات نتاعي. هنا حسب الرغبه، كاين اللي يبغيهم متوسطين، كاين اللي يبغيهم صغار. انا هنا شكلتهم كامل متوسطين كيما راكم تلاحظوا معايا. وهذه النتيجه بعد ما كملت الكويرات نتاعي كاملين. هنا قولي جاوني 21 كوريه. دركا نروح نجيب القدره نتاعي، هنا نحطها على نار تكون شويه قليله، ندير فيها مغرفه تاع زبده وشويه تاع الزيت، ونجيب هذوك الكريات نتاعي نبدا نحط فيهم يتقلاو. مور ما حطيتهم كاملين هنايا نحسب لهم قولي واحد 5 دقائق هكذاك، غير برك ياخذوا لي ديك التحميره من التحت كيما راكم تلاحظوا لهنا معايا. نبدا نقلبهم باه يتحمروا لي من الجهه الاخرى. هنا ما نحتاجهمش يطيبوا، نحتاجهم غير يتحمروا من جهتين فقط، بيسك من بعد مازال يطيبوا في لاصوص اللي راح نحضرها معكم من بعد. وهذه النتيجه النهائيه لهنا بعد ما تحمروا لي الكريات. نروح نجيب القدره نفسها اللي كنت نقلي فيها في كريات الدجاج، ندير فيها 3 سنات تاع ثوم، نخليهم يتقلاو. وهنا بالك ويا البنات بيسك الثوم يتحرق ثمثم، يعني لازم تخدمي فيت. هنا يا ربي خليتهم 30 ثانيه وضفت عليهم حبتين من الطماطيش يكونوا مسكرفجين، وحبات الطماطم اللي ضفتهم لهنا كان حجمهم متوسط. نخلط جيدا هذاك المزيج ونخليه قولي هكذاك واحد 5 دقائق قيس ما تنحى الحموضه نتاعو. وهنا ضفت لها نص ملعقه تاع طماطم مصبره، نصف ملعقه تكفي باه ما تجيناش حامضه بزاف، وكل واحد على حساب الذوق نتاعو. وضفت هنايا شويه عكري وشويه فلفل اسود وشويه تاع الملح وشويه تاع راس الحانوت، وتخلطي المكونات وتخليهم يتقلاو مع بعض قولي هكذاك واحد 4 دقائق. من بعد تجيبي ربع كاس تاع ماء نضيفيه ليهم. انا لهنا الحق كان ما كفانيش ربع كاس تاع ماء لخاطر حسيته هنا شويه ناشف، ضفت ربع كاس اخر نتاع الماء، وكل واحد لهنا عينو ميزانو. وهنا لاصوص تاعك ما لازمش تكون خاطره بزاف وما لازمش تكون جاريه بزاف. ما تنساوش مازلنا نطيبوا فيها هذوك الكريات. من بعد لهنا ضفت لها رشه تاع معدنوس، نخلط المكونات جيدا ونغطي عليهم، نخليهم هكذاك حوالي واحد 15 دقيقه قبل ما يطيبوا. لهنا نجي نحط الكريات نتاعي نخليهم يتشربوا هذاك لاصوص واحد 5 دقائق هكذاك. مور ما تشربوا هذيك لاصوص نجيب شويه تاع الفرماج رابي ونرشوه من الفوق. وهنا ننصحكم يا البنات تعملوا فرماج رابي ذو نوعيه جيده. هنا استعملت شويه نوعيه ناقصه غبني صراحه. ضفت لهنا شويه تاع المعدنوس وسكرت عليها، خليتها واحد دقيقه هكذاك باش يذوب لي هذاك الفرماج، بس قلت لكم نوعيه سيئه وغبني معاه. هذه كانت النتيجه النهائيه لوصفتنا لنهار اليوم. كانت وصفه ما شاء الله وبزاف بنينه بكل صراحه. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتفعيل زر الجرس باه كل ما نحط وصفه جديده يخرج لكم اشعار تدخلوا وتشاهدوا الوصفه وتجربوها، لما لا.